السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم بقى وصفة جديدة وجميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. كفتة داوود باشا. هحكي لكم قصتها واقول لكم التكات اللي فيها. الاول هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، عليها بقدونس، فلفل رومي، فلفل حار، 7 حبات طماطم، وهحتاج بصلاية وسط وفصين توم. الاول مسكت البصل، حطيتهم في الفور بروسيسور وفرمتهم يبقوا ناعمين. وبعد كده جبت اللحمة حطيتها وحطيت عليه البصل، حطيت عليهم البهارات. احتجت من البهارات فلفل اسمر، ملح، هيل او حبهان. انا ما كانش عندي مطحون فبشرته بالمبشرة. احتجت 11 بهار من كنور، ديت طعمها جميل جدا، جربوها هتعجبكم. وحطيت عليها رشة جوز الطيب. وبعد كده فضلت افرم فيهم بايديا لغاية ما بقوا مزيج واحد، لغاية ما اندمجت البهارات كلها فيها. بعد ما المزيج اتخلط كده مع بعض وبقى كله كتلة واحدة، همسكها اكورها كور متساوية، يعني ما تبقاش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، على قد ما تقدروا اعملوهم متساويين. وبعد ما اخلص الكمية كلها احطها في التلاجة لمدة نص ساعة عشان ما تفرفتش مني وانا بحطها في الزيت. وعقبال بقى ما تطلع من التلاجة هنروح نعمل معانا الصلصة الجميلة بتاعتنا. الأول هحتاج الفلفل الرومي هقطعه حتت بس، وهقطع برضو الفلفل الحار معاهم. قطعت هنا البقدونس، انا كنت بقطع الخضار كله، وقطعت الطماطم برضو. بعد كده هجيب الخلاط، هحط فيه الطماطم والفلفل وشوية بقدونس وهضربهم في الخلاط مع شوية مية صغيرين عشان بس الخلاط يتحرك معايا. انا مش عايزة مية كتير، عايزاها على قد ما تقدروا قللوا المية فيها. بعد كده طلعت الكفتة من التلاجة وحطيت طاسة على النار وحطيت فيها زي 4 معالق زيت، وحطيتها تشويحة على النار كده لغاية ما تتحمر من الوشين. فضلت اجيبها على الوش ده والوش ده شوية لغاية ما اتحمرت معايا. احكي لكم بقى قصة داوود باشا. داوود باشا كان بيحب الاكلة دي جدا لدرجة ان هو كان بيعملها كل يوم، لازم كل يوم يعمل كفتة داوود باشا. وهي ليه سميت كده؟ علشان خاطر احد الطهاة وهو بيحضرها له وبيجهزها له راح خطأ في تحضيرها فعاقبه، عشان كده هي اتسمت بكفتة داوود باشا. انا هنا بعد ما طلعت الكفتة من على النار، سبت الزيت اللي نزل منها ورحت واخدة فصين التوم فرمتهم ناعم وحطيتهم شوحتهم تشويحة بسيطة. وبعد كده نزلت عليهم بعصير الطماطم ونفس التوابل اللي انا حطيتها على الكفتة هحطها على الصلصة بس بكمية ازيد شوية. يعني حطيت معلقة صغيرة مليانة فلفل اسمر، معلقة صغيرة مليانة ملح، 11 بهار من كنور، ديت جميلة جدا بجد جربوها. وجوزة الطيب حطيت منها رشة، وحبهان برضو بشرته عليها، وقلبتها تقلبتين كده. وبعد كده حطيت عليهم البقدونس، شوية بقدونس، والبقدونس التاني هقولكوا هنعمل بيه ايه. وقلبتها برضو. بعد كده حطيت طبعا توم باودر وبصل باودر، انا بحب احط جدا توم باودر وبصل باودر على الصلصة. وقلبتها برضو تقلبتين وسبتها بقى تتسبك شوية بسيطين خالص. انا مش عايزاها تتسبك جدا لدرجة ان مبقاش فيها مية، لا انا عايزاها تبقى متسبكة زي كده بالظبط. وبعد كده نزلت عليها بالكفتة اللي انا شوحتها على النار، وفضلت احط عليها الصلصة من فوق كده لغاية ما تكون غرقانة كلها من الصلصة. بجد هتعجبكم جدا، جربوها بالطريقة ديت هتدمنوها. حطيتها على النار حوالي ربع ساعة او 10 دقايق بالكتير لغاية بس ما اندمجوا هما الاتنين مع بعض. وبعد كده طلعتها وقدمتها في طبق بايركس، وحطيت عليها رشة بقدونس من فوق، وهي بتتقدم مع طبق رز بالشعرية، يعني بتبقى جميلة جدا مع رز بالشعرية. تقدم بالطريقة ديت، بجد جربوها هتعجبكم جدا. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، في اقل وقت عملنا غدوة بسيطة جدا وسريعة، مش هتاخد منكم اي مجهود، والصوص بتاعها مظبوط جدا. بجد مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ان شاء الله هبقى اعمل لكم الرز بالشعرية وازاي تطلعوه مفلفل. وزي ما احنا متعودين هسيبلكوا كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك للقناة
وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكوا المرة الجاية على خير وبألف هنا.